السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من سلسلة تاريخ الإنسان، واللي غادي نكملوا فيها الرحلة مع الإنسان العاقل من بعد تطور المدن وبداية الأنظمة المنظمة. اليوم غادي نهضروا على الإمبراطوريات الكبيرة، كيفاش بانوا وكيفاش أثروا في الحضارة الإنسانية، وشنا هو الدور اللي لعبوه في بناء المجتمعات المتقدمة. من بعد ما بانت المدن الكبرى ولات كتجمع تحت نظام واحد، بدا الإنسان كيطلع لحاجة للتوسع والسيطرة. كانوا بزاف من القادة اللي طمحوا يزيدوا من النفوذ ديالهم ويسيطروا على الأراضي المجاورة، سواء باش يحكموا في الموارد ولا يزيدوا من القوة الاقتصادية ديالهم أو لا غير ينشروا الثقافة ديالهم. وهكا بانت أولى الإمبراطوريات بحال بلاد الرافدين ومصر القديمة. الإمبراطوريات هادو كانوا بحال دول كبيرة كتحكمها سلطة مركزية، وغالبا كيبقى الحكم فيها وراثي، يعني من الأب للابن. ولكن باش يحافظوا على السلطة كانوا كيوظفوا جيش قوي وعندهم إدارة منظمة كتسير شؤون الأراضي اللي كيسيطروا عليها. اللي كيخلي الإمبراطورية تقدر تحكم أراضي واسعة هو النظام الإداري المنظم. الإمبراطورية طورات وسائل جديدة باش تنظم الشعوب وتدير الموارد، بحال مثلا في مصر الفرعونية كان عندهم نظام معقد ديال الضرائب كيضمن أن كاع الفلاحين غادي يساهموا في الثروة ديال الدولة. بزاف من الامبراطوريات بحال الامبراطوريه البابليه كانوا كيسنوا قوانين مفصله كتحمي حقوق الناس وكتضمن حياتهم، بحال القانون حمورابي اللي كان من اقدم القوانين في التاريخ. هاد القوانين كانت كتضمن النظام والعداله وكتساعد في الحفاظ على استقرار الامبراطوريه. الامبراطوريات كانوا محتاجين الجيش ماشي غير باش يوسعوا الاراضي، ولكن حتى باش يحافظوا على النظام ويقمعوا اي تمرد. الجيش كان عنصر اساسي وكان كيستهلك بزاف ديال الموارد، بحيث في كل امبراطوريه اللي ما عندوش جيش قوي كان كيتعرض للهجمات او التمردات اللي كتقدر تدمر النظام اللي بنى. فمثال على ذلك الرومان كانوا معروفين بالجيش القوي اللي خلاهم يسيطروا على جزء كبير من اوروبا وشمال افريقيا، وكان عندهم نظم عسكريه متقدمه ساعدتهم في الحفاظ على الامبراطوريه ديالهم للقرون. بزاف من الامبراطوريات استعملوا الدين كوسيله باش يوحدوا الناس ويقنعوهم بالطاعه. الحكام كانوا كيشوفوا راسهم مختارين من الالهه او لا حتى هما الالهه بنفسهم. هكا كانوا كيبغيو يقنعوا الشعوب ان الطاعه ديالهم واجب مقدس، وان الحكم ديالهم ماشي عشوائي بل جاي من قوه عليا. في مصر مثلا الفراعنه كانوا كيتعتبروا الهه حيه، والشعوب كانت كتامن ان الطاعه ديالهم واجب ديني. في الامبراطوريه الفارسيه كذلك الديانه الزراتشتيه كانت وسيله باش يوحدوا الناس ويقنعوهم بالوفاء للدوله. الدين كان إذن أداة قوية لتقوية السلطة والتحكم في الشعوب. بالرغم من أن بزاف من الناس كانوا كيشوفوا الإمبراطوريات كوسيلة للسيطرة، إلا أنها ساهمت بزاف في ازدهار الفنون والعلوم. بزاف من الحكام كانوا كيروجوا للفن وللمعرفة، وبداو كيبنيو المعابد الكبيرة والقصور وكينقشوا على الجدار قصص ديال الانتصارات والإنجازات. الإمبراطوريات ساهمت في بناء المكتبات وجمع المعارف من بزاف ديال الثقافات. مثلا مكتبة الإسكندرية في مصر كانت من أكبر المكتبات في العالم القديم، وكانت كتجمع العلماء من كل حدب وصوب. هاد العلماء كانوا كيتبادلوا المعارف في الفلك، الطب، الرياضيات، الفلسفة، وهكذا زادت المعرفة الإنسانية وتقدمت الحضارة. الإمبراطوريات الكبرى بالرغم من القوة ديالها ما كانتش كتستمر للأبد. بزاف منها طاح بسبب الصراعات الداخلية ولا الضغط الاقتصادي ولا بسبب هجمات خارجية. مثلا الإمبراطورية الرومانية تعرضت للضعف من بعد الصراعات بين الطبقات، وكانت كتعاني من هجمات من قبائل خارجية، وفي الأخير تفرقت الجزئين شرقي وغربي حتى انهارت كليا. ونفس الشيء طرا لبزاف ديال الامبراطوريات الاخرى اللي ما قدروش يصمدوا قدام التحديات الداخليه ولا الخارجيه. حتى هنا غادي نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. في الحلقه الجايه غادي نهضروا على نهايه العصور القديمه وبدايه فتره جديده، واللي غادي يشهد فيها الانسان تغيرات كبيره في الفلك والدين والسياسه، واللي غادي يمهد الطريق للتطورات الحديثه.